السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض البليلة كده. أنا هنقعها، هسيبها تقريبا كده يعني بتاع 6 ساعات أو أزيد حسب ما انتي حابة، لو أكتر من كده تمام. وبعد كده هرفعها على النار، بس هنقع كمان شوية رز بعيد عنها، يعني مش مع البليلة، في طبق تاني. اهي البليلة كده بعد ما خدت وقتها في النقع، وكمان الرز اهو هنقعه بس يعني بتاع 10 دقايق كده ولا ربع ساعة ولا حاجة، وبعد كده احطه عليه عشان ما يبقاش كده باين وهما بياكلوا البليلة بيقرفوا منه. بصي بقى البليلة افضل اغسل فيها كده وافرك فيها لغاية ما تطلع كل الصفار اللي فيها ده، وبعد كده هتلاقي ميتها نضيفة خالص كده بقى، ولعي عليها. بصي الرز بقى بعد ما نقعته طبعا حجمه اتضاعف، وكمان طلع النشا دي انا مش عايزه ارميها برضو، احطها على البليله عشان تدي تخن كده شويه للميه بتاعه البليله. هحط بقى الرز على البليله وارفعهم على النار. بصي كده هنزل بالرز كده على البليله وارفعهم هما الاتنين على النار، عشان عبال ما البليله تستوي الرز يكون داب خالص وما يبانش فيها، ما يديش للميه بتاعتها غير تخن وبس. كده انا رفعتها على النار وميتها كتيره كده عشان ما تحتاجش ميه تاني، لغايه ما تستوي خلاص تفضل هي نفس الميه تستوي فيها، ما زودهاش تاني. كده هي غليت اهي، بس ميتها كتير ازاي. هوطي بقى عليها خالص على الاخر وتستوي بقى على مهلها عشان تطلع مستويه. ايه ده؟ دي ريحه جوز هند اللي انا مشهوره بيها يا قلب ماما. قلبي بقى كده كده، يبقى احنا حطينا ريحه الجوز هند على الحله كلها. هحط بقى دلوقتي عليها لبن واحط سكر بس في الكوبايه. كده البليله اهي بعد ما عملتها خلاص، بحطها بقى في علب وادخلها كده في الفريزر، اطلع منها وقت ما نحتاج.